أهلا بيكم في حلقة من معلومة في كبسولة مع أمينة حاتم. معظمنا بيهتم إنه يعرف دلوقتي التقارير اللي بتصدر عن جهات الأرصاد علشان نعرف هنلبس إيه، هنسافر ولا ما نسافرش، نطلع رحلة ولا نأجلها. طيب يا ترى احنا سألنا نفسنا واحنا بنتكلم يا ترى عن الجو ولا عن الطقس ولا عن المناخ؟ أيوة، في فرق بين ده كله. وأنا سألت نفسي السؤال ده وفتحت كبسولة الطقس والمناخ عشان أقول لكم المعلومة دي. بداية لازم نعرف إن السبب في الطقس والمناخ هو العناصر المكونة للغلاف الجوي. أيوة، عناصر الغلاف الجوي اللي بتتكون من الرطوبة، درجة الحرارة، الإشعاع الشمسي، الهطول والرياح والضغط الجوي. الله، أمال إيه بقى طقس ومناخ بتاع كل يوم اللي بنهتم بيه ده؟ معلومتنا بتقول إن الطقس هو التأثير والظروف الجوية اللي بتحدثها العناصر المكونة للغلاف الجوي اللي اتكلمنا عنها، سواء على مدى زمني قصير، يوم، أسبوع أو شهر. لكن المناخ كلمة كبيرة. المناخ هو الظروف الجوية اللي بتسود في منطقة معينة على مدى فترات زمنية طويلة، يعني سنة، 10 سنين، 100 سنة. وعشان كده بنقول إن المناخ هو نفسه الطقس، ولكن على مدى فترات زمنية. اتفقنا؟ طيب يا ترى علم الطقس والمناخ ده علم جديد ولا علم قديم؟ تعالوا نعرف مع بعضينا. تصوروا إن التنبؤ بالطقس والمناخ بدأ مع بداية الخليقة، واستند النهج المبكر للتنبؤ بيهم على إيه؟ على علم التنجيم اللي كان الكهنة بيمارسوه. طيب أمال مين بقى مؤسس علم الأرصاد الجوية؟ يا ترى هو مين؟ أرسطو. أيوة، أرسطو هو اللي أسس علم الأرصاد الجوية. إمتى؟ من 350 سنة قبل الميلاد، وألف كتاب سماه ميترولوجيا، يعني دراسة الجو. طب إذا كان هو ألف الكتاب ده، هو اللي عمل الأدوات؟ لا، أول أدوات للرصد والتنبؤ بالطقس والتغيرات المناخية كانت ممثلة في مقياس الحرارة، الباروميتر، مقياس السوائل، ومقياس الرياح. ودي الأدوات اللي تم اختراعها أواخر القرن 16 والنصف الأول من القرن 17. وتطورت مفاهيم فيزياء الغلاف الجوي، وتأسست للمرة الأولى التنبؤات الرقمية. وتأسست للمرة الأولى التنبؤات الرقمية للطقس الحديثة. وفي خمسينيات القرن العشرين بدأ علماء الطبيعة في استخدام هذه الأدوات لتسجيل الأرصاد الجوية بشكل منهجي. ومن هنا استمر علماء الطبيعة في دراسة الطقس والمناخ بأساليب علمية وقياسات مدروسة بسبب ما له من تأثير مباشر في حياتنا اليومية. وكنت معكم أمينة حاتم.